ده انتي قمر قوي النهارده. خسيتي كده أحلى بكتير. ازاي نحط حدود في الشغل بارت. اتكلمنا في بارت 1 عن لو الكلام ده مش متكرر حصل اوت اوف ذا بلو ازاي نتعامل معاه. دلوقتي هقول لكم لو اللطافه دي متكرره ازاي نتصرف معاها. احنا كده عدينا مرحله حسن النيه، ودلوقتي لازم تقولي اللي مضايقك وتوصلي ده بوضوح جدا وتطلبي احترام حدودك واحترافيه الشغل والزماله. ودايما بحب ابدا انا عارفه انه مش قصدك، بس انا ما برتاحش من التعليقات واحد اتنين تلاته. فخلينا مركزين في شغلنا ونحافظ على علاقتنا وبلاش الكلام ده معايا. ولو هتحسي بارتباك والكلام ده مش سهل، انا بقوله لك دلوقتي والدنيا لطيفه، بس انا لو هقول لحد فعلا بيكون تقيل، ممكن تبعتي مسج او ايميل. فاهم حاجه من غير ما نتعصب او نوجه اي اتهامات. الهدف من الحدود مش الإحراج أو التخويف أبداً، الهدف إنك تحافظي على راحتك وأمانك وعلى العلاقة بالزميل أو الزميلة اللي مهمة جداً للشغل وممكن تنهار بسبب تعليقات سخيفة بالشكل ده. زمايلنا بنشوفهم كل يوم ولازم نعرف إزاي نتعامل معاهم أو نتقي شرهم. احكي لي إيه المواقف اللي بتحسي بيها في الشغل إنك محتاجة تحطي حدود لزمايلك أو مديرك، وإزاي اتصرفتي وقتها. Let's move on.